سلامة ومرحبا بكم إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا البانكيك، وصفة سهلة برشا واقتصادية وبنينة لفطور الصباح. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير، وما تنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كي نهبط فيديو جديدة توصلكم نوتيفيكاسيون. وتوا نبداو في طريقة التحضير. عندي لهنا كيس حليب. في وصفتنا لليوم ما باش نستعملوا ميزان ومش باش نستعملوا أعظم. حطيت كيس حليب باش نكمل عليه باكو سكر فاني وزوز مغارف كبار متاع السكر عادي، وباش نكمل نحط مغرفة كبيرة متاع زبدة ذوبتها. سينو تنجمو تعوضوها بالزيت. باش نخلط توا كل شيء مع بعضه لين يتحل معايا السكر. باش نكمل نضيف توا كيس ونص من الفارينة أو الدقيق الأبيض وباكو خميرة متاع حلويات فيها 13 غرام. نخلط توا كل شيء مع بعضه، نحلها بالكدا الفارينة لين نتخلصوا من أكل كعابر هذوكم. وبالنسبة للقوام تو نوريهولكم من بعد كيفاش يكون. راهو القوام متاعها ما لازموش يكون سائل كيما الكريب. تو نوريكم القوام. وراهي الفارينة راهي أنواع، معناها فما فارينة تشرب برشا وفما فارينة لا. يعني عينكم ميزانكم، تضيفوا بشوية بشوية ولين تتحصلوا على القوام المطلوب. نخدمها بالكدا وهذه توا القوام اللي لازمكم تتحصلوا عليه. شوفوا كيفاش يكون. دهنت توا القلاية بتاعي بشوية زبدة، وباش ناخذ المغرفة ونعبي بها الخليط متاعي. وباش نبدأ نعمل في كعيبات يكونوا معناتها متوسطين في الحجم، مش كبار وماهمش صغار، يكونوا متوسطين. انتوما كان تحبوا معناها تعملوا لي بانكيك متاعكم كبار تاخذوا لوش وهكا تصبوا، معناها لازمهم يكونوا معناها الكل مستويين. نخليهم يتشيبوا بالكدا ومن بعد نقلبهم. وهذه توا البانكيك متاعنا حضر. ما نحكي لكمش قديش يجيني بنين. كملت صبيت عليه من فوق شوية شوكولاتة. تنجموا تعملوا عسل، تنجموا تعملوا معجون، تنجموا تعملوا فاكهة. تعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها واللي تاكلوها. حويجة لفطور الصباح بنينة. ان شاء الله يا ربي نكون قدمت لكم اضافة واستفدتوا من الفيديو متاعي. وكان عندكم اي تعليق ولا استفسار ولا اي حاجة تنجموا تكتبوا لي في خانة التعليقات نجاوبكم. ونتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. وتوا ما نجم نقول لكم كان بسلامة وشهية طيبة.